ثم المخابرات النرويجية استدعتني وقالوا هيأنا لك جواز سفر. جيد، الجواز لزباس لمرة واحدة تسافر بها وليس فيها العودة، هذا واحد. ثم نمر نحن المخابرات الذين اختلقنا القضية مع اليمينيين، أساس اليمينيين في النرويج، نحن ما لنا دخل بها، نحن حقوق الإنسان ونحمي ديمقراطيتنا ونحمي كرامة الإنسان، تفضل نسلمك إلى الشرطة المدنية، والشرطة المدنية يأخذونك إلى إيطاليا. جيد، وكيف؟ عبر الطائرة إلى ميونشن ترانزيت، ومن ميونشن إلى إيطاليا. ولماذا بين النرويج وإيطاليا يوجد ترانزيت هناك خاص بي؟ ولماذا في ميونشن الذي قريبة من معسكر الأمريكان، والذين اشتهروا بأنهم اختطفوا أناسا من ألمانيا يحملون الجنسية الألمانية مثل عبد الرحمن المصري، واختطفوه وأخذوا إلى غوانتنامو؟ فهل هو الفخ الذي نصبوه قبل أن أصل إلى إيطاليا؟ ثم الجواز يقولون نحن في المطار نسلمك الورقة وشرطتنا تعود، وأنتم ما تسلمونني إلى الشرطة الإيطالية؟ سألتهم قالوا لا. وكيف أكون هناك في نزهة أذهب في شوارعهم، أتمشى في الشوارع بأمان، واسمي في لائحة في لائحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وأنا مطلوب في الأردن والإيطاليين لا يحق، وأنتم ما تسلمونني أيضا إلى الشرطة؟ سألتهم إلى الشرطة الإيطالية قالوا لا، لا نسلمك إليهم، فقد نعطيك الورقة في المطار، تفضل. كيف هذا؟ يعني هل يقبله طفل بلغ سنا يميز بعض الأشياء؟ يعني هل معقول الشرطة الإيطالية لا دخل لهم بي وأنا في بلادهم أتجول وأتمشى بورقة نرويجية؟ لا يمكن القبول به. ثم الشرطة هناك يقولون جيد، استلمناك، أين أكون في الليل؟ وغدا المحكمة، وإذا ذهبت إلى المحكمة في اليوم الأول وهو يوم الخميس والجمعة، ثم يأتي يومان عطلة، وبعدها يوم الاثنين المقبل سيقررون. جيد، وجواز السفر إلى اليوم الخامس من الأيام المحكمة، ثم تنتهي صلاحية الورقة لزباس، وماذا أفعل بعدها؟ جيد، فرضنا خرجت بريئا من المحكمة أو طالت أيام المحاكم، طالت أيام المحاكم ل6 أيام، فأنا اليوم السادس هناك بدون جواز سفر وبدون انتماء لأي بلد، ومطلوب أردنيا، أو أنا ولدت في العراق فأسلم إلى العراق. طبعا لا أعتقد، لأنه الأسبوع الماضي أيضا خلال الأيام هذه مسعود البرزاني الذي كان رئيسا لإقليم بلادنا في كردستان كان في زيارة إلى الأردن، فهل لها صلة كلها بعضها ببعض؟ والأردنيين يقولون جيد، نحن من إيطاليا سنستلمه من إيطاليا ونسلمه إليكم. فهل يقبل النرويجي مثل هذا حتى تكون مسرحية بهذا الشكل يرتب، وأنا برجلي أذهب مثل جمال خاشقجي وأذهب لكي يقطعوني هناك؟ وما الذي اقترفته؟ وما الذي فعلته؟ والغريب في أمر إليزاباث يقول لا، تنتهي صلاحيته بعد 5 أيام، ونكون نحن نأتي إليك ونرجعك إلى النرويج. جيد، أقول اكتبوا لي هذا. لا يكتبوا. أعطوني ضمانا، جرانتي، أعطوني ضمانا بعدم اعتقال. لا، يقولون لا نصل. نسأل المحامية هناك جيد، هل ممكن اعتقالي هناك؟ قالت على الأرجح. نقول جيد، هل ممكن تسليمي إلى الأردن؟ قالت أنا لا أعرف شيء عن الأردن، ليس بين يدي ما يتعلق بالأردن. إذن هذا قضية أوجلان من جديد. طاردوه من سوريا إلى روسيا، بقى في موسكو فترة، ثم السلطات الروسية قالوا تخرج من بلادنا. خرج إلى اليونان، واليونانيين بصورة عامة كانوا متعاطفين مع بككا، كانوا يستخدمونها ضد تركيا.
فاستقبلوه هناك، ثم قالوا تسافر إلى بلد آخر، وسفروه إلى كينيا فاعتقل في كينيا وسلم إلى تركيا، واعتقله الإسرائيليون والأمريكيون مشتركين مع المخابرات الكينية وسلموه إلى السلطات التركية. لماذا؟ حتى لا يقولوا إن الأوروبيين يسلمون الإنسان ويدوسون كرامة الإنسان. لا، اعتقل في أفريقيا في كينيا، وهم الذين فعلوا هذا، مثل اصطياد الثعلب. وهكذا يريدون. والغريب أنهم سألوني سؤالا يشبه أسئلة أو سؤال قذافي: ترضى بالكتاب الأخضر أم ما ترضى؟ بين الحياة والموت. يقول لا أرضى، تنتهي حياته إلى الموت. سألوني أيضا في المخابرات النرويجية: تسافر أم ما تسافر؟ فإذا قلت أسافر يقول تفضل، هذا ليزا باس. وإذا قل لا أسافر تتعقد الموضوع أكثر، يتعقد. وهكذا بالأخير. لا أعرف هل يريدون الرأس في غوانتانامو، أم يريدون الرأس في الأردن، أم يريدون أن يضيع دمي بين القبائل. وهذا أمر مستغرب في الأردن، في هذه البلاد.